اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هنشرح مع بعض خدعه سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه بالكوتشينه. لو اول مره تشوفني انزل دلوقتي حالا اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها. طبعا انا بعتذر جدا ان انا كنت مش بنزل فيديوهات الفتره اللي فاتت، وده كان لاسباب خارجه عن ارادتي، ولكن انا رجعت لكم. كل اللي انا طالبه منكم التفاعل 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 عشان ابدا استمر في تنزيل الفيديوهات، وكل ما التفاعل كان اقوى كل ما انا هنزل لكم كل يوم ان شاء الله فيديو، كل يوم خدعه جديده ان شاء الله باذن الله. وعايزين نبقى اقوى قناه عربيه لتعليم الخدع والعاب خفه اليد بالكوتشينه. انا محتاج دعمكم لان من غيركم مش هقدر اوصل لاي حاجه. من غير كلام كتير خلونا نشوف خدعه النهارده، بعد كده نروح للشرح على طول مع بعض. طيب خدعة النهاردة سهلة جدا يا شباب. أول حاجة أنا عايزكم تختاروا أي كارت انتوا عايزينه بشكل عشوائي. فرضا اخترتوا الكارت ده، هخلي الكارت دوت هنا كده قدامكم، تمام. وبعد كده أنا هطلب منكم إن انتوا تحفظوا الكارت دوت لما أوريهولكوا كده بالطريقة دي، تمام. في الحالة اللي زي دي انتوا حفظتوا الكارت كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. طيب بعد ما حفظتوا الكارت أنا هقلب الكارت دوت كده، هوريهولكوا مرة تانية، وهبدأ إن أنا أدخله في نص الكوتشينة. ده الكارت اللي انتوا اخترتوه بالطريقة دي، تمام. هبدأ ان انا ادخل الكارت في نص الكوتشينة زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. وبعد ما انا هدخل الكارت في نص الكوتشينة هبدأ ان انا هدور على الكارت بشكل عشوائي من الكوتشينة من غير ما ابص فيها ولا هعمل اي حاجة. لحظة واحدة بحاول ان انا الاقي الكارت. طبعا انا دلوقتي بدور على الكارت بتاعكم، تمام. بحاول ان انا اوصل له او الاقيه، ولكن خلينا نشوف مع بعض انا هقدر اوصل للكارت اللي انتوا اخترتوه ولا لا، وهقدر الاقيه ولا لا. طبعا انا كده وصلت خلاص للكارت اللي انتوا اخترتوه، تمام. فخلينا نشوف مع بعض هل انا وصلت فعلا صح ولا لا. 1 2 3. الكارت اللي انتوا اخترتوه كان ال10 الدايموند اللي معمول عليها علامة اكس، وده دليل على ان العشرة الدايموند دي معمول عليها علامة اكس. انا عامل علامة الاكس دي قبل بداية اللعبة عشان ده مش الكارت اللي انتوا اخترتوه، ولكن هنشوف علامة الاكس دي ليها معنى تاني معانا ولا لأ. طيب ازاي الكلام ده؟ هبدأ ان انا هاخد العشرة الدايموند دي اللي عليها علامة اكس اللي هي مش كارتكو، هبدأ اقلبها كده وهبدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم على الكاميرا. بقطع الكارت خالص 4/4، تمام. وهبدأ ان انا احط الكارت كده، تمام. طبعا انا مش عارف ارتبه ولكن خلونا نحاول مع بعض، تمام. مفيش مشكلة، انا كده برتب الكارت زي ما انتوا شايفين. طيب انتوا فاكرين ال10 اكس كانت عليها علامة اكس صح؟ تمام. وما كانتش الكارت اللي انتوا اخترتوه اصلا ولا ليه علاقة بيه. طيب خلونا نشوف مع بعض احنا هنقدر نعمل ايه دلوقتي. بحركة سحرية بسيطة جدا، لو جبت الكوتشين هزيتها جامد قوي كده فوق الكارت اللي انا قطعته ده، هقدر اخد العشرة اكس وارجعها سليمة تاني. خلينا نشوف مع بعض هل قدرنا نعمل دوت ولا لأ. طيب همشي على الكوتشين هنلاقي كارت واحد بس مقلوب عكس الكروت كلها، تمام. لو جينا شفنا الكارت ده هنلاقيه العشرة اللي عليها علامة اكس. طب الكارت اللي انتوا اخترتوه في بداية اللعبة كان ايه؟ طبعا هتقولوا لي كان ال7 الدايموند تقريبا. لو قلبنا ال4/4 دول بالشكل ده هنلاقي ان دي هي ال7 الدايموند زي ما انتوا شايفين كده يا شباب قدامكم على الكاميرا. طبعا خدعة في منتهى القوة، ولكن هي عايزة تمرين شوية، ولكن نص ساعة او ساعة اخرها وتقدر ان انت تعملها مع اي حد. خليك معانا ونشوف شرح الخدعة مع بعض. طيب يا شباب خدعة النهاردة سهلة جدا. كل اللي انت هتعمله هتجيب كارت مثلا اي كارت ولنفترض العشرة الاكس وتعمل عليه علامة اكس قبل بداية اللعبة، وهتحطها في الكوتشينة في اي مكان انت عايزه، تمام. في اي حتة مش فارقة، تمام. وهتخلي الشخص اللي انت هتعمل معاه الخدعة يختار الكارت اللي هو عايزه. فرضا اختار ال7 الدايموند، فرضا هو اختار مثلا يعني الكارت ده. بعد ما يختاره انت هتاخده وتخليه يحطه في نص الكوتشينة وتعمل بريك وتتحكم في الكارت انه يبقى اول كارت فوق كده. انت خليت الكارت ده اول كارت فوق. بعد كده هتبدأ ان انت تدور في الكوتشينة على فرض ان انت بتدور على الكارت بتاعه، تقول له انا بدور على الكارت بتاعك، ولكن انت مش بتدور على الكارت بتاعه، انت بتدور على الكارت العشرة اللي انت عامل عليه علامة اكس من بداية اللعبة، وهتاخده تحطه فوق اول كارت.
تمام. وبعد ما تعمل كده هتبدل ال8 دي بال10. موضوع سهل جدا، وانت ماسك الكوتشينه هتعمل كده بس، تخليه تاني كارت فوق زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. وبعد كده انت جاهز، هتقول له انا عرفت الكارت بتاعك، وهتبدا تاخد دبل ليفت وتوري له اول كارتين على انهم كارت واحد، وتقول له ده الكارت اللي انت اخترته. طبعا هيقول لك لا، هتقول له مفيش مشكله، بس انت ملاحظ ان انا حاطط اكس على ال10 دي من بدايه اللعبه، ودي ليها معنى وهنشوف المعنى دوت مع بعض. وبعد كده هتبدا ان انت تقول له انا دلوقتي حالا هبدا ان انا اقلب الكارت ده اللي هو ال10 الاكس ده. طبعا انت بتقلب الكارت بتاعه معاه، تمام. هتقول له انا هقلبهم، هتقلب الكارتين على انهم كارت واحد، وتقول له انا هقلب الكارت دلوقتي. وبعد ما تقلب الكارت بالطريقه دي هتاخد اول كارت، هو فاكر ان هي دي ال10 اللي عليها اكس، ولكن هي مش هي ولا حاجه. هتبدا ان انت تقطعها زي ما انا قطعت ال7 دي بالظبط في بدايه الفيديو، هتخليها مقلوبه، تمام. وبعد كده هتبدأ ان انت بأي حركة سحرية توضح له ان ال10 اللي عليها اكس لسه معاك هنا في الكوتشينة، وان هي ما اتقطعتش، وتطلعها بأي شكل من الاشكال. طبعا زي ما انا عملت في الخدعة، او بأي طريقة تانية، ان انت مثلا هتقول له انا هاخد اي كارت من الكوتشينة مثلا، ولنفرض الكارت دوت، وتحطه فوق كده، وتبدل اول كارتين مع بعض بشكل سريع جدا. وبعد كده تاخد اول كارت تهزه كده، وتقول له انا خدت ال10 الدايموند اللي عليها اكس. وبعد كده هتقول له ان الكارت اللي هو اختاره كان ايه، هيقول لك كان كذا مثلا. هتقلب الكارت اللي انت مقطعه اللي هو كارته اصلا، وتقول له ده الكارت اللي انت اخترته، وهو كان الكارت اللي انا قطعته اصلا من بداية اللعبة. طبعا خدعة قوية جدا، يعني انا مش محتاج اشرح لك قوتها، اكيد انت انبهرت من الخدعة ومن الشرح بتاعها ومن سهولتها، وان انت تقدر تنفذها بكل سهولة من غير رغي كتير. يا شباب انا طالب منكم مساعدة، انا عايز الدعم عشان اقدر استمر في تنزيل الفيديوهات بعد ما كنت منقطع الفترة اللي فاتت لاسباب خارجة عن ارادتي. انا بتمنى ان انتوا تنزلوا تعملوا لايك وتعملوا كومنتات وتشتركوا في القناة، وتطلبوا مني خدع انتوا عايزين اشرحها في الفيديوهات اللي جاية. كل ما هلاقي تفاعل كل ما هنزل لكم فيديوهات اكتر ان شاء الله. باذن الله الفترة اللي جاية اقدر ان انا انزل لكم فيديو كل يوم على الاقل. شكرا جدا على المشاهدة، واشوفكم الفيديو الجاي.